الحقيقة يعني تكالبت عليكم الفضائيات، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم يعني بحفظه. ما لنا إلا أن ندعو لكم، لأنه تتجاذبكم يعني هذه الفضائيات بكل فتنتها، لكن نحن نعول على دعاتنا أمثال الشيخ سليمان الجبيلان بنوره، هذه النورانية في وجهه والمسام التي قال بها وحلاوة حديثه، وما شاء الله كيف استطاع الدخول بأسلوبه الشائع إلى قلوبكم. وأنا أدعوكم يا شباب إلى يعني الحرص على حضور مثل هذه الندوات والمؤامرات. وباسمكم أشكر فارسنا الشيخ سليمان الجبيلان على روحه الدمثة المرحة، على لسانه الطيب، وندعو لك بالتوفيق. ويعني حاول ما نفك له قطع عشان نعوض الفلوس اللي نحن عليها المسكين. اللهم يا ما غدرت ولا من فرصة ويتذكر بالدعاء. اللهم يا من رددت يونس إلى قومه، وموسى إلى أمه، ويوسف إلى أبيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم إلى بلده، أردد فلوس الجبيلان إليه. قل آمين. فلوس الفقراء والمساكين والضعفاء والمعتمرين والمحتاجين والمحوزين، وكذلك فلوس، لأن فلوس الصدقات والزكوات كلها المشكلة. أنا عندي 4 حسابات نحطوها كلها على كل عجوز عندكم، يقول بعض الحرامية من يخاف الله بس يظلموا. فأسأل الله أن يقول آمين. أما النصيحة حقيقة والله خلال تجربة عمر، وعلى كلمة حتى سبقت الأمريكي أمس حق نسيته، شفته لقاء في قناة الجزيرة نسيت اسمه، لكن ممثل في مجلس الشغل الأمريكي، لكن قال مثال العرب يقولونه وتعجبت أن حتى الأمريكان يقولونه. طبعا بصيغة الأمريكان عند صيغة العرب نقول اسأل مجرب ولا تسأل ايش. هو كان يتكلم عن غزو العراق وكيف كان له رؤية قوية، وطلع كتاب جديد الآن تو جديد قبل رمضان يسأله، وقال كنت أقول لهم التجربة ايش؟ أكبر برهان، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. فحنا نقول كذلك الآن نسأل مجرب، كمثال الدكتور اللي قرر 50 ومثال اللي قرر 50. ما رأيت شاب برز في المجتمع وصار له قيمة ومكانة، ولا رأيت شاب تغيرت أحواله، ويمكن أعوذ بالله دخل السجن، ويمكن حتى حكم عليه قصاص. ورأيت هذا بعيني من بعض الناس الذي كنت أيام الشباب والآن كبر سني، رأيته الآن إلا سبب واحد فقط، والله اللي جاوب يستاهل جائزة حقيقة من الأستاذ الدكتور 500 ريال مولي. سبب واحد، إن جيت في القرآن، وإن جيت في السنة، وإن جيت في التوراة، وإن جيت في الإنجيل، وإن جيت في الزبور حق داود عليه السلام، كل الكتب السماوية تنص على هذا، إنه هذا الشيء هو اللي خلى الإنسان يصل إلى القمة، وهذا الشيء خلاه يصل إلى القمة. لأن القناة تنظر، وأهل الإمارات يرون، وأهل قطر والسعودية وكل الخليج العربي كل عام سنة حتى الأسبوع علي. قبل هذا كنت في قناة الإنسان أسمع العمري، واتصلوا علي من بولندا، قال يا شيخ تونا شايفينك في بولندا. فهذا السبب هو الذي دمر شبابنا في بريطانيا وفي أوروبا وفي أمريكا اللي يروحون بعثات في كل مكان وهنا في كل العالم في التاريخ الماضي والسابق والحاضر. والله هذا السبب الواحد اللي يعرفه. أنا ما ألزم الدكتور بجائزة، لكن ألزمه بجائزة من القائمين على المخيم، من المخيم ما شاء الله الأمير خالد الفيصل يعني دعمه ميزانية حلوة وكويسة، وإن شاء الله نكون مقصرين 500 ريال. وين المسلمين في المخيم؟ موجود 500 بس نبغى الدليل. يعني إذا قلت كذا، لأنه الحين دقيقة تنتهي، إذا قلت كذا وقلت الدليل أعطيناك الجائزة الأول. في 500 ولا لا؟ لا تورطوني، لأن نطلع الحين يدقوا علي أنا طريق المطارق ولا مطاوعة، تكذبوا علينا والله أنكم مطاوعة. نعرفهم والله عليكم كذا يقولون بصراحة، يقولون بصراحة. عرفنا الجواب نعمل فلوس. أي كان في ولا ما في جائزة؟